أهلا وسهلا بكم. في هذه الأيام تتروج في لي ريزو سوسيو مشكلة وقعت مع دبلوماسي روسي مع أحد سائقي التاكسيات بمدينة الدار البيضاء. هذه الحالة هي ماشي أول مرة، وقعت سابقا في مدينة مراكش مع سيناتريس ديال أمريكا، وتم اعتقال آنذاك الناس اللي ارتكبوا هذاك يعني نسميوه جرم، نفس العملية، إلا أن هذه كانت تخلعت والزوج ديالها اتصل بالسفير ديال أمريكا والسلطات المحلية قامت بالدور ديالها والمحكمة قامت بالدور ديالها كذلك. اليوم نقاش على هذا المشكل، واش فعلا هذا السائق التاكسي عنده الحق يحبس هذاك الروسي اللي اتصل بالابليكاسيون ديالو باش تجي ان درايف او تجي يوبر ويركب معاهم؟ واش عندهم الحق هما يحاصروا هذيك السياره؟ لان خرجت العمليه من دوريه وزاريه، وزير الداخليه بعث بواحد الدوريه تيحث فيها على العمال والولات باش يمنعوا هاد لي زابليكاسيون لانهم غير قانونيين. مزيان، هو ما نكملوش القراءه ديال النقطه ديال وزير الداخليه، فعلا ممنوعين، ولكن الى قرينا المراسله ديال السيد وزير الداخليه كنلقاو فيها ان الاخطاء الفادحه ترتكبها اغلب السائقين سيارات الاجره. انا ما كنعممش، اولا الهندام، ثانيا يركبوا الناس بزمنهم ويستعملوا العداد، ثالثا ماشي هما اللي يبزوا الطريقه فين يوصلوا الانسان، وهذا تيجعل ان الماده اللي تبعثت للساده والعمال والولات التطبيق ديالها مازال ما بانش على الصعيد يعني ارضي في جميع المدن المغربيه. واش فعلا هذا التطبيق اللي كيجيب لنا اليوبرز يعني اما ان درايف او اما شركات اخرى، واش خصهم يكونوا في المغرب او لا؟ فعلا المشكل مطروح اللي هو يعني عميق جدا، وكنلاحظوا نفس العمليه كتوقع مع اصدقائنا ديال النقل السياحي. واش كيف يعقل ان وكاله اسفار كتبعث واحد السائق ديال النقل السياحي يهز الزبون ديالها ويوصلوا ترونسفير للمطار ويجيو يوقفوا عليه ويمنعوه؟ واش فعلا هذا السائق التاكسي تا هو عنده الحق يمنع هذا، يوقف ويحصر ويحبس هذوك الناس؟ انا بالنسبه لي هذه فوضى، لان الى شي واحد غير قانوني كاينين الناس اللي كيطبقوا القانون، ممثلين السلطه، رجال الامن، وعلى راسهم السيد الوكيل صاحب الجلاله. الى اتصلنا بالنيابه العامه وصيفطنا رجال الامن، هما اللي غادي يطبقوا القانون، ماشي السائق اللي يطبق القانون. اذا اليوم النقابات كتدافع عليه، كتدافع على الاشياء اللي هي يعني اشياء اللي غير مقبوله. راه النقابه مديوره باش تدافع على حقك وتدافع على الحاجه القانونيه ماشي الغير القانونيه. هذه الاولى. كنعرفوا المشاكل ديالهم، ماشي بهذه السهوله يتحل المشكل. المشكل مطروح بلا جريمه، خاص تحيد لا جريمه ببساطه، لان النقل ديال التاكسيات مديور بلا جريمه، وهذيك لا جريمه اولا مولا جريمه تيكريها الواحد، ذاك الواحد كيعطي يخدم السائقين، تيخدم فيها 4 5 الشيفورات. هاد الشيفورات كل واحد خصو ينهب ويجبد الفلوس اكثر باش يربح هو ويعطي النهار ديال الكرا داك اللي كاري لا جريمه. لان كنلقاو هذا هو المشكل، خصنا نحبسوا هاد لا جريمات. ثاني مشاكل هادو الناس اللي ما بيحترموش القانون. في ناس
كنقدروهم وكنحترموهم، اما كيخدموا العداء وتيخدم مع جميع المواطنين فيهم، ما نكروهمش. ولكن دوك اللي بيخدموا مع السياحه حتى هما مشكله. اجيو تشوفوا بعد الباركينغ طاكسي واقف وسدوا وتيدور تيتسنى هي السائح، ويجي شي مغربي يقول ليه عامر او لا عندي بغيت نهسي حد اخر. راه مشاكل كثيره. اذا اولا لاكريما، ثانيا المشكل ديال نعطيو داك البيرمي دو كونفيونس لنامبورتو كي. هذا مشكل. خص العمالات في جميع المدن المغربيه، وراه ما كنظنش معمه مع جميع المدن المغربيه هذه القضيه، راه هي بعض المدن خاصه المدن الكبرى او المدن السياحيه فين كاين هذا المشكل. خصني بغيت نعطي واحد البيرمي دو كونفيونس. اولا ما نعطيهش لواحد الشخص اللي بالقانون بالشروط ديالو ويحافظ عليه ويحترمه. اذا مشكله لاكريما، المول لاكريما، اللي كاري لاكريما واللي مع لاكريما، هكذا يمكننا نحلوا المشكل. سينو ما عمر المشكل غادي يتحل. وحنا خص يبدا اصلا نبداو من الجذر ديال المشكل هو لاكريما والبيرمي دو كونفيونس، سينو راه ما غادي تحبس هاد المشاكل هادو. اذا لا بد باش نناضلوا ونكونوا كنا ندافعوا على اموال الحق اللي من حق يستحقوها، ولكن ندافعوا على تحييد لاكريما. هاد لاكريما هي اللي دايره المشكل، والاخرين اللي الناس الجعبه اللي بغاو ياكلوا غير الفلوس وبغاو الربح السريع. انا كشت واحد قلعوا له كاع البيرمي بنوبه وراه داير دابا ميني بيوس خدام به، يعني ما حرش حتى في القانون. هذا هو المشكل. اذا باش نحلوا هذا المشكل لاكريما وطريقه ديال واي واحد تيتعامل حتى مول النقل السياحي اللي ما تيحترمش القانون حتى هو، لانه فيهم الناس اللي كيدوروا حتى مولاو دايرين بحال التاكسي. علاش؟ لانه حتى هو كاري لاكريما من عند واحد الشركه، حتى هما خصنا نهضروا عليهم. وفعلا اي مهنه الا بغينا نقنوها خصنا ناخذوها من الجذر ديالها. نتمنى نكون واضح، وكلنا ضد لي زاغريمون، وكلنا ندافع عن الحق وندافع على التاكسي يحترم القانون ديالو اللي معطي ليه. وعلاش لا نفتحوا الباب ليوبريست، يعني اي واحد بغى يدير شركه ويهز المواطن باحترام ندافعوا عليه. ما نساوش ان قراب لا كوب دي موند، ايوا الا جاو دوك الضياف نتكرفسوا عليهم. بركه بركه من هذه المشاكل. هذا هو التوضيح ديالي. شكرا للمتابعه وبارطاجيو الله يخليكم، لانه خصنا نوضحوا هذه النقطه، وخص السلطات اللي هي وزاره الداخليه تاخذ بعين الاعتبار هذا المشكل وتاخذوه من الجذر ديالو. تحيه لكم.